أهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله. حكايتنا اليوم بعنوان حورية الغابة والشاب الفقير. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام. كان يعيش غزالا غير عادي في غابة تدعى بغابة الحوريات، وكان بجانب الغابة نهر كبير، ويقال أن الحوريات الجميلات ينزلن كل ليلة للاستحمام واللعب فيه. وعلى مقربة من هذا النهر كانت هناك قرية صغيرة يعيش بها صاحب مزرعة بدين الجسم وأيضا بخيل، لدرجة أنه لا يتخلى عن الماء الذي يسلق فيه بيضة، ويستغل العمال والأجراء إلى أبعد حد، والرحمة لا تعرف سبيلا إلى قلبه. وكان يعمل لديه أجير شاب اسمه يحيى، وهو فتى طيب وأمين، ويعمل بكل جد، يعمل من الصباح حتى المساء، ويأكل غالبا ما لا يسد رمقه. وزاد على ذلك أنه كان يصعد كل يوم إلى الجبل بحثا عن العيدان اليابسة، ويعود مساء وحزمة كبيرة على كتفه. وذات يوم لم يتمكن من العودة، وقد حل المساء، فوقعت عينه وهو قرب نهر الحوريات على شيء صغير ملقى على الأرض يلمع. التفت حوله فلم ير أحدا، ولم يكن ذلك الشيء اللامع سوى دبوس شعر من الذهب. فقال في نفسه: لمن هذا الدبوس؟ فانحنى والتقطه وقال: سآخذه وأحتفظ به، لعلني أجد صاحبه غدا. وفي اليوم التالي ذهب كعادته، والشمس ما تزال فوق الأفق، لكنه توقف عند الينبوع وأخذ ينظر وينتظر حتى أرخى الليل سداله وطلع القمر، ولكن لم يظهر له أحد. فما كان منه إلا أن تناول حزمة الحطب وهم برفعها إلى كتفه ليذهب، لكنه تسمر مكانه مأخوذا بما رأى. فعلى الصخرة جالسة صبية تبتسم له، وعيناها أشبه بنجمتين، وهي ترتدي فستانا شفافا سماوي اللون. فقالت له بصوت ندي ناعم كنسمات الربيع: قل لي أرجوك، ألم ترى صدفة دبوس الذهبي؟ لم يستطع الكلام من دهشته بجمال الصبية وصوتها الناعم، فمد يده وأخرج الدبوس من جيبه ومده لها دون أن ينبس بحرف. وما إن أخذت الدبوس منه وشكرته حتى هبت ريحا صغيرة واختفت معها. لم يستطع الفتى طوال الساعات التالية أن يفكر إلا بما وقع له، ولم يستطع نسيان الحورية الجميلة التي لم يرى مثلها من قبل، وظلت صورتها مطبوعة في قلبه وعينيه لا تفارقه أبدا. وظل يتمنى شيئا واحدا، وهو رؤيتها مرة أخرى. وبينما يجمع الأعواد كعادته، جلس ليتناول عشاءه البسيط، مد يده إلى سرة أكله التي يحمل معه، والتي بها كعكاته المتواضعة، ولكن يا لخيبة الأمل، كانت السرة خاوية ولا أثر للكعكات فيها. حدث نفسه وقال: يا للغرابة، لا شك أن حيوانا أكل عشائي. وتكررت الحادثة في الأيام التالية، فخطرت له حيلة يمسك بها سارق طعامه. تسلق شجرة واندس بين أغصانها مترقبا، وعندما حل الظلام سمع صوت أقدام قادمة، وهنا اعتراه الذهول، لأنه رأى غزالا صغيرا غريبا ولامعا
اقترب من سرة أكله وبدأ بتناول الكعك، وهنا نزل الشاب من أعلى الشجرة صائحا: وأخيرا أمسكت بك أيها اللص، فأنت من يأكل كعكاتي كل يوم، ألا تخجل من نفسك؟ لو أن عندي الكثير منها لما عاتبتك، ولكن هل تعلم أني أبيت كل ليلة جائعا خاوي البطن بسببك؟ فأجابه الغزال: أنا لم آكل كعكاتك بدون مقابل، سوف أعطيك شيئا يفرحك وتعيش سعيدا مدى الحياة. فقال له يحيى: وما هو هذا الشيء؟ فقال الغزال: زوجة حسناء. فاندهش يحيى وقال له مستهزئا: أنت حقا غزال لطيف، ولكن ألا ترى أنني شاب فقير بالكاد أؤمن غدائي؟ فكيف أستطيع الزواج وإطعام زوجتي؟ فطمأنه الغزال قائلا: لا تقلق، فزوجتك لن تكون عبئا عليك، بل على العكس، ستكون عونا لك في حياتك. اذهب إلى ينبوع الحوريات ساعة طلوع القمر، ستجد الحوريات هناك، وانظر أيهن تعجبك، اختطف ملابسها وانطلق بأقصى سرعة، لأنها بدون ملابسها لن تتمكن من العودة إلى السماء، وعندئذ تصبح زوجتك. وما إن أكمل كلامه حتى ابتعد مختفيا بين الأشجار، وهنا تذكر يحيى الحسناء التي أضاعت دبوسها الذهبي، وقال في نفسه: ليتها تكون إحدى الحوريات. وفي اليوم التالي وقبل طلوع القمر كان متخذا مكانه ومختبئا قرب الينبوع. طلع القمر وبدا سطح الماء هادئا، وفجأة أشرق نور من جميع الجهات في آن واحد، وظهرت حوريات الغابة ينزلن إلى الأرض واحدة بعد الأخرى ليستحممن. كتم يحيى أنفاسه لهول ما رأى، فهو لم يرى في حياته كل هذا العدد من الحسناوات الفاتنات، ولكنه حزن لأن الفتاة التي أمضى الليالي يفكر بها ليست بينهن. وبعدها بلحظات حطت حورية بثوبها السماوي الناعم، فنظر إليها جيدا ورآها وقال: إنها هي، وهي التي أحلم بها وأريدها ولا أريد سواها. وبينما الحوريات يستحممن تسلل إلى ملابسهن واختطف ملابس حوريته وأطلق ساقيه للريح. لم يكن قد ابتعد كثيرا، فناداه صوت ناعم قائلا: لماذا هربت مني؟ مع أننا نعرف بعضنا ويمكن أن نصبح زوجا وزوجة، ما رأيك؟ فرح يحيى بما سمع، وما كان منه إلا أن اصطحب زوجته الفاتنة إلى بيته وعاشا سعيدين. ومنذ ذلك اليوم هرب الفقر والشقاء من بيته، فقد كانت زوجته ذكية وتصنع العديد من المشغولات اليدوية وبمهارة عالية. يأخذها يحيى إلى السوق يبيعها ويجني منها الكثير من المال. لاحظ صاحب المزرعة البخيل التحول الذي طرأ عليه، فاستدعاه وسأله عن السر، ومع إصراره حكى له يحيى عما حدث معه من أوله إلى آخره. فرح المزارع البخيل بما سمع، وقرر أيضا الذهاب إلى غابة الحوريات والينبوع، وأيضا القيام بكل ما قام به يحيى لكي يحظى بحورية جميلة كزوجة له ويغتني من ورائها. وفعلا قام بكل ما أخبره به يحيى. وحين رأى الحوريات
لم يكتفي بحورية واحدة لأنه طماع، وقال في نفسه: سأسرق ملابس الحوريات وأتخذهن زوجات لي لكي أصبح أغنى رجل في البلاد. حين سرق ملابسهن ركض مسرعا، هو لأنه بدين الجسم أدركته الحوريات، فاتخذته الأولى راقصا لها تدور به حول نفسها، ولحظة أدركها التعب سلمته إلى الحورية الثانية فراقصته كذلك، وأيضا أعطته للثالثة وغيرها وغيرها، وهكذا حتى أصبح مرهقا وتصبب عرقه وانكتمت أنفاسه وبدأ قلبه في الخفقان بسرعة كبيرة، وهو يحاول التملص منهن ويتوسل ويبكي، ولكن هيهات، ظلت الحوريات تراقص المزارع حتى فقد القدرة على التنفس وهوى على الأرض. وهنا أخذت الحوريات ملابسهن وارتفعن إلى السماء. ثم لاح الفجر، ولم يعد المزارع الجشع الطماع إلا جثة هامدة ممددة فوق العشب، وهذا ما جناه عليه طمعه. إلى هنا تنتهي حكايتنا لهذا اليوم أحبتي في الله، وأرجو أن تكون قد نالت إعجابكم، وإلى حكاية أخرى بإذن الله. ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا لتتوصلوا بجديد حكاياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.